تعالوا وياي نتكلم عن التفاؤل في كتاب الرقص مع الحياة الجزء الثاني للكاتب مهدي الموسى. أثناء من نتكلم عن هذا الفصل حيكون هناك عرض أزياء من عملي، هو أكثر العباءة العراقية والأزياء العراقية ولكن مستحدثة. عنوان الفصل: انسى الظلام، انشغل بالنور. يقول الكاتب: المتفائلون هم أقدر الناس على مساعدة الآخرين. الإقبال على الحياة هي صفة المتفائلين وتساعد على حل المشاكل، وهي صفة محبوبة عند الله. ولكن في هذا العصر بالذات يجب أن نكون حقا أبطالا كي نبقى على حالة التفاؤل. نتذكر بداية حياتنا وهي فورة الصبات، كنا كلش متفائلين بالحياة، وبعدين تدينا الأوجاع والنكسات، منا من ينتكس ومنا من يفقد صوابه، والبعض يتشائم والبعض الآخر يرتقي صعودا فيتفاعل من جديد، مدركا أنها أفضل طريقة لعيش حياة فيها أقل قدر من الصراعات والمعاناة الداخلية. هنا الكاتب يصف الرسام الياباني هوكوساي اللي هو مولود سنة 1760 حالة سامية من التفاؤل من دون أن يصرح بذلك من خلال النص التالي: كان لدي منذ سن الخامسة هوس برسم شكل الأشياء، وفي الوقت الذي كنت فيه 50 نشرت عددا لا نهاية له من التصاميم، ولكن كل ما أنتجته قبل سن 70 لا يستحق أن يؤخذ في الاعتبار. وفي سن 73 تعلمت أكثر وبدأت أبحث عن حقائق تخص رسم الطيور والحيوانات والحشرات، وفي النتيجة فإنني أدركت إذا وصلت 80 سأحرر مزيدا من التقدم، وفي 90 سأنفذ إلى سر الأشياء، وفي 100 أكون قد وصلت بالتأكيد إلى مرحلة الحقائق المنتجة العجيبة. وعندما أكون في 110 سنوات فإن كل شيء أخطه ولو كان مجرد نقطة أو خط سينبض بالحيوية. فنرى هنا الرسام كم هو متفائل في أن يعيش مدة أطول ويبدع. إذا تفائلتوا فتابعونا على مراكز التواصل الاجتماعي التالية. إذا عجبتكم أزياءنا التراثية الممزوجة بالحداثة تفضلوا يمنا إحنا فابيولوس ستايل في فندق الشنغريلا طابق الرابع، دبي، شارع الشيخ زايد. أهلا وسهلا.